دكتور محمد، مساء الخير. مساء النور. في ناس كتير بيختلط عليها الأمر بين أمراض المسالك البولية وأمراض الشرج زي البواسير والشرخ. ليه دايما بيحصل اللبس ده؟ عايزين نوضحه. هو فعلا ده بيحصل كتير فعلا، وفي مرضى كتير جدا بيتوجهوا لجراحين المسالك البولية على ان عندهم مشكلة في منطقة الشرج، وبيعتقدوا ان ده من اختصاص جراح المسالك البولية. وانا دايما يعني لما المريض بيجي لي بفهمه ان الجزء اللي هو مرتبط بمنطقة الشرج او المستقيم دي حاجة تخصص مختلف تماما، ده جراحة الجهاز الهضمي. وفي بعض الزملاء متخصصين في جراحة الجهاز الهضمي في جراحة الشرج والمستقيم. هي الفكرة ان المفهوم العام او المتضارب يعني بين المرضى ان المسالك معناه ان اي حاجة ليها علاقة بالاخراج، سواء البول او البراز. فاحنا بنوضح ان المسالك البولية لا علاقة لها بالموضوع المرتبط باي امراض في منطقة الشرج او المستقيم، دي تخصص تاني خالص مختلف تماما، ويفضل ان طبعا اللي يعالجه المختص بيه زي ما قلت.